صعبت سلطات إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء 29 من حزيران يونيو مرور جثمان المقاتل البرتغالي في وحدات حماية الشعب اليبكة من معبر سيمالكا بمدينة ديريك المالكية إلى إقليم كردستان العراق. وتحدثت روش خابور القيادية بوحدات حماية المرأة اليبجة في مدينة ديريك للصحفيين اليوم الأربعاء حول نضال المقاتل البرتغالي ماريو نيونس الملقب بهافالكندال، وهو البرتغالي الأول الذي استشهد في 3 من نيسان إبريل الماضي في جبهة تلتمر حسب قولها، مشيرة أن نضاله في غرب كردستان جاء من مبدأ إيمانه بحرية الشعوب ورفضه للظلم. وأكدت خابور أن ماريو لم يكن المقاتل الأجنبي الوحيد الذي حارب في الجبهات الكردية ضد مقاتلي تنظيم الدولة. ونددت القيادية الكردية بسلبية ما وصفته بموقف سلطات الإقليم اليوم أثناء مرور جثمان المقاتل البرتغالي عبر المعبر إلى مسقط رأسه في البرتغال. وأكدت مصادر من ممثلية الإدارة الذاتية الديمقراطية في مدينة السليمانية بكردستان العراق لبريس 23 حول منع سلطات الديمقراطي الكردستاني موكب ممثل الحزب الاتحاد الديمقراطي بيادي غريب حسو الوصول من مدينة السليمانية إلى معبر سيمالكا لاستقبال رفاة المقاتل ماريو ضمن موكب مندوب السفارة البرتغالية أنور طاهر محمود في هولير الذي سمح له العبور لاستقبال جثمان ماريو. يذكر أن العديد من المقاتلين الأجانب انضموا إلى صفوف وحدات حماية الشعب، ولقي العديد منهم حتفهم لا سيما في جبهة مدينة كوباني عين العرب شمال سوريا. لامار إركندي، معبر سيمالكا، خاص بريس 23.